die moet worden tegengegaan, verzoekt de regerende islam zoveel mogelijk uit Nederland te bannen en gaat over tot de orde van de dag. هاد الشاب خرج في هولندا وقال لهم باللي القرآن خصو يتحبس في هولندا كاملة. جوردن فان كليفرين كان من أكبر العدائيين للدين الإسلامي. جوردن مواطن هولندي تزاد في 1979 وبالضبط في العاصمة أمستردام. تربى وسط عائلة مسيحية متوسطة وعادية جدا واللي كانت متدينة بزاف. منين كبر وكمل الدراسة الثانوية ديالو تخصص في دراسة الأديان. من بعد واحد المدة طراو بزاف ديال الحوايج في هولندا واللي رباو فيه ديك العدائية ضد الإسلام، ومن هنايا جاتو فكرة أنه يألف كتاب ضد الإسلام. I thought to myself, Islam is a lie. Islam is a danger. And in the end, I decided to write an anti-Islam book. ما تنساش تجيم الفيديو، اشترك للقناة، تبع مع الفيديو حتى الاخر. جوردن من بعد ما كمل الدراسة الجامعية ديالو ولا ناشط سياسي في حزب الحرية في هولندا، والسبب الرئيسي اللي خلاه انه يدخل السياسة هو الدين الإسلامي. جوردن ما عمره آمن بالوحدانية الإلهية اللي كانت في الإسلام، وديما كان كيعتبر المسلمين مسطين ومجانين، وبالعكس كان كيعتبر القرآن سم والإسلام فقط فكرة غبية. وديما كان كيتساءل كيفاش الناس كتعتنق هذه الديانة مع انها متناقضة مع المنطق في نظره هو. ومن هنا جوردن بدا في تأليف كتاب معادي الإسلام انطلاقا من الدين المسيحي ديالو. هادشي اللي خلاه يجي بدورة كبيرة وفي الاخير يرجع للاصل اللي هو الإسلام ويولي مسلم في الاخر. And I thought to myself, well, I think I'm a Muslim. Well, and then of course I had to tell other people. جون قبل الإسلام كان مسيحي بروستانتي من الكنيسة الإصلاحية، كان مؤمن بالجنة وبالنار وبالملائكة وبكاع دوك الأمور اللي كان آمنوا بها في الإسلام. الحاجة الوحيدة اللي كان كيختلف بها كسائر المسيحيين هي أن عيسى ابن الله، يعني ما كيآمنش بالوحدانية ديال الله. الحاجة اللي كانت كتحير جوردن فاش كان صغير هي أن الكتاب المقدس كيقول باللي الإله أبدي وعيسى بن مريم كان انسان عادي بحالو بحال كاع الناس وتوفى بحالو بحال كاع الناس. بالنسبه لي داك التالوت ماشي منطقي بزاف، وهادشي اللي خلاه يمشي يسول باباوت والقديسين، وحتى الاجوبه اللي كان كياخذ من عند هاد الناس ما عمرها كانت واقعيه ومنطقيه بالنسبه لي. ولكن حيت كان باقي صغير كان كيقول غير حيت مازال ما لقاش تفسير واضح بقى كيامن بعيسى بن مريم وبالتالوت المقدس وخلى الامور كيف ما هي. جوردن كيقول باللي السبب الرئيسي اللي خلاه انه يخرج كتاب معادي الاسلام هو انه واحد النهار في هولندا خرج واحد الراجل اللي كان سميتو ثيو فان جوغ واللي كان مخرج افلام، وتقتل في وسط الشارع واللي غرزوا فيه موس في كرشو وخلاو ليه رساله مكتوبه فيها انت التاليه لواحد البنت واحده اخرى اللي كانت سميتها ايان هيرسي علي. هادشي اللي خلاه يكبر العداء ديالو ضد الاسلام، من غير انه ديجا اصلا كان عنده واحد التصور على انهم حمقيين ومسطين وهذا الدين غير محرف. ولكن هذا كان سبب رئيسي على انه يدير كتاب باش يوقف هذا الدين في الدوله ديالو اللي هي هولندا، واللي غيشرح فيها النظريه والفكره ديالو على الاسلام باللي راه خطر على المجتمع وهو السبب الرئيسي في المشاكل اللي كتعانيها البشريه والشر اللي فيها. I have to become politically active to do something and stop this evil of harming our country. جوردن في هذه اللحظه شنو طرالي؟ الوقت اللي كان كيألف الكتاب ديالو ضد الاسلام رجعوا ليه الشكوك اللي كانت عنده فاش كان صغير على الدين المسيحي ديالو والاجوبه من النظريات اللي كانوا كيعطيوه واللي ما لقاش لهم تفسير منطقي وواقعي بالنسبه ليه، والاسئله اللي كان كيطرحها على راسو من منظور مسيحي ولا كيلقى ليها اجوبه من منظور اسلامي، وبدا كيقارن ما بين المفهوم المسيحي والمفهوم الاسلامي على ماهيه الاله ما بين هاد الزوج ديانات. جوردن مشى كيقرا الكتب القديمه والحديثه ديال الدين المسيحي باش يتاكد ان التوحيد هو مفهوم كاين غير في الاسلام وما كاينش في المسيحيه. ومنين تعمق بزاف في الكتب المسيحيه لقى بلي الكتب القديمه كتكرر فيها بزاف الكلمه ديال اله واحد. من بعد ما قلب وبحث ودار دراسات كبيره وقرا جميع الكتب اللي كاينين تقريبا لقى بلي فعلا نظريه التوحيد ونظريه الاله الواحد هي منطقيه بزاف، وبدات النظريه عند جوردن كتغير شويه بشويه. الشيخ عبد الحكيم مراد واللي الاسم ديالو قبل الاسلام كان هو تيموثي جون وينتر، هو باحث بريطاني مختص في الدراسه الاسلاميه والعلاقات الاسلاميه المسيحيه. هذا الباحث مشى عنده باش يفسر ليه ويجاوبوا على بزاف ديال الاسئله اللي كانت كطيح على جوردن. عبد الحكيم مراد عطاه بزاف ديال التفاسير وشرح مفصل ودقيق، وقال لي حاجه اخرى اللي نفعاته بزاف هي انه الا بغى يقلب على الاسلام ويفسره مزيان فراه كيخصو يقلب في الكتب الاسلاميه واللي كتفسر الاسلام عن طريق الشيوخ والاساتذه الاسلاميين، ماشي الكتب المسيحيه اللي كتدوي على الاسلام
حيت ممكن يكونوا فيها بزاف ديال المغالطات. والكتاب الاول اللي بدا به هو كتاب مارتن لينجز اللي كان قريب لجوردن من الناحيه الثقافيه وحتى طريقه التفكير. هذا الكتاب كيدوي على السيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقه مختلفه حديثه. في الاول جوردن كان كيقلب على الاسباب اللي غادي تخليه يقول باللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ماشي نبي بحال موسى عليه السلام مثلا. ومن الحوايج اللي كانوا كيطيحوا ليه في البال هو انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده زوجات كثار، ولكن من يبدا كيحل الامور لقى باللي مثلا بحال سليمان عليه السلام ولا الملك داود كانوا عندهم حتى هما زوجات كثار. يعني هذا ماشي سبب رئيسي على انه يقول باللي راه النبي محمد ماشي نبي بحال كاع الانبياء. وشويه بشويه بدات كاع الاسباب كطيح وحده مورا وحده. ومن الامور الاخرى اللي قراها وشدات جوردن بزاف واثرت فيه هي واحد القصه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الحرب اللي كانت فيه هند زوجة ابو سفيان استاجرت واحد القاتل باش يقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عزيز عليه بزاف واللي هو حمزه بن عبد المطلب. ومن بعد ما توفى في الحرب خدات الجثه ديالو وقطعتها طراف طراف وخدات الاحشاء ديالو. مزق مزق، اريد كبده. الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد واحد المده منين ولا قوي ودخل لمكه جوردن قال مع راسو يعني منطقيا غادي ينتقم منها بحكم داكشي اللي دارت مع حمزه بن عبد المطلب واللي كان عزيز عليه بزاف. ولكن عكس ما توقع عفا عليها وقال لها الا بغيتي تعيشي في مكه ممكن انك تعيشي ولا بغيتي تخرجي فراه ممكن انك تخرجي. هنا الرؤيه ديال جوردن على الرسول صلى الله عليه وسلم بدات كتغير بزاف. ملي كان كيشوفوا شخص ارهابي وامير حرب وانسان اللي ما مزيانش حتى ولا كيشوفوه كاخ وكاب وكصديق بسبب الشخصيه ديالو واللي اثرت فيه بزاف وكيفاش كان كيتعامل مع الناس ومع الضعفاء وخصوصا مع الاعداء ديالو من بعد ما ولا قوي عليهم. So his character persuaded me to read more and to want to know more. هنايا جوردن بدات الامور كتخلط ليه منين كان كيقلب على شي طريقه باش انه يخرج هذا الدين من بلادو ويبين لهم الشر والخطوره اللي جاي بها هذا الدين على العالم حتى ولا بطريقه غير مباشره داخل الاسلام. لاحظت ان بزاف ديال الناس اللي كتفرج في الفيديوهات ديالي ما مشتركاش في القناه. كيف ما كتشوفوا القناه ديالي مازال ما مفعلاش والفيديوهات اللي كندير راه بصح كنضرب عليهم تماره. يعني فيديو كيدي لي تقريبا ما بين يومين حتى ل3 ايام بعد الخطرات 4 ايام و5 ايام. ودابا كنطلب منك الا سمحتي انك دير جيم بارطاجي الفيديو مع صحابك ودير اشتراك للقناه باش حتى انا نزيد نقلب على مواضيع عكس داكشي اللي كنشوفوه. نكملوا. من بعد هادشي كامل جوردن ما بقاش شخص معادي للاسلام من بعد ما قرا وسمع وشاف بزاف ديال الادله اللي كتدل على ان هذا الدين هو الدين الصحيح هو الدين الحقيقي وبدا كيتاكد من وحدانيه الله ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي واحد النهار كان جالس وحط كاع الكتوبه ديالو في جهه وشد في يديه غير القران بوحده. ومنين حلو جات في يديه السوره ديال الحج الايه 46 واللي كتقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقى جوردن باللي بصح هذا هو المشكل اللي طاري ليه حيت ولا متأكد وعارف 100% أن راه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن داخليا ما قادرش أنه يتقبل هذه الفكرة. وهنا بالضبط فين جاتو الهداية الربانية. Because I already accepted this oneness of God and now I say he is a prophet. That's almost shahada. God, give me a sign or something so that I 100% sure know this is the way. And I went to bed, but when I woke up, I felt very secure in myself. I really felt very secure. I've never been more secure about anything else. And I thought to myself, well, I think I'm a Muslim. Well, and then of course I had to tell other people. جوردن بصح كان شخص كاري الاسلام لاقصى درجه ولكن في نفس الوقت كان ذكي في طريقه البحث ديالو حيث بقى كيفسر وكيحلل بطريقه منطقيه وواقعيه وعادله في البحث ديالو ويصحح الاخطاء ديالو اللي كانت ضد الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء اللي خلاه يجي بدوره وفي الاخر يرجع للحقيقه والاصل اللي هو الدين الاسلامي. جوردن دابا ولا كينصح وكيشجع الناس انها تدخل الاسلام ومشى لبزاف ديال الثانويات والجامعات باش يصحح مفهوم هذا الدين واللي كان كيقول في الاول باللي راه ما خدامش ليكم حتى ولا كيقول باللي راه هذا هو الدين الصحيح. We go to schools, primary school, high school, college, universities, but also to departments of the government, other social organizations, churches, to take away misconceptions about Islam, to share the message, to show Islam in its true color. So it's a very fun experience as well. And we try to erase in a way the things I said and done in the past. بزاف ديال الناس ما تقبلوش الفكره ديال ان جوردن فان كليرين شخص ولا كيشجع الناس انهم يدخلوا لهذا الدين وسورتو الام ديالو اللي بكات في اللحظه
اللي جات جوردن وقال لها باللي راه اعتنقت الاسلام. For a lot of people, especially some uncles and aunts, it was kind of a shock. They heard it when it was on the news. I told my mother and my mother started crying. ما تنساوش الجيم وما تنساوش الاشتراك وديروا كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. نشوفكم في الفيديو الجاي. كان معكم اسامه علاوي، دمتم سالمين.